الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي جاءنا بالهدى وبالنور المبين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم احمد نفسك عنا بما أنت له أهل، يا عزيز يا عظيم يا أكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقي قائلها وسامعها كل شر وسوء ومحنة وفتنة، شهادة نتحقق بأسرارها وننال بها كل خير وعطاء وفضل ومنة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة وسلاما يعدلان صلوات تسليمات أهل حبك وقربك ومعرفتك، من حين أمرت بالصلاة على حبيبك صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إلى حيث لا يعلم تلك الحيثية إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. ما أجمل من التقوى، هي السبيل الأقرب إلى الجنة، هي السبب في كل فوز وفي كل سعادة وفي كل رضا. فهنيئا للمتقين، فما الجنة إلا لهم ولا الرضا إلا لهم، وما أعدت الخيرات والمسرات إلا لمن اتقى الله. بمناسبة قربنا من شهر الولادة، الشهر الذي ظهر فيه النور المبين، الذي قال فيه رب العالمين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فذلك النور هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر نعمة وأعظم نعمة وأعلى هدية وأسمى عطاء. لا نعمة علينا أكبر من سيدنا محمد، فهو النعمة الكبرى التي يجب علينا نحوها أن نشكر الله عليها، وأن نظهر فضائل تلك النعمة ومزايا تلك النعمة ونتائج تلك النعمة وعطايا وهدايا تلك النعمة العظمى، سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل رحمة حصلت وكل خير وصل إلينا من الهدى ومن التقى وكل سعادة في الدنيا وفي الآخرة، فمصدرها سيدنا محمد وخالقها ربنا سبحانه. فهو صلى الله عليه وسلم الخازن الذي تتوزع منه النعم إلى كل البرية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي. وفي رواية: إنما أنا خازن والله معطي. ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو في ملكه مما يختص أو يشمل إلا وطاها نبيه مختاره حبيبه المرسل، واسطة فيها وأصل لها يفهم هذا كل من يعقل. فكل النعم كانت من تلك الرحمة، وكانت بسببه، لأن بنوره خلق الله الخيرات كلها صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، نعمة ما اهتدينا إلا بها، وما عرفنا الحرام والحلال إلا بها، وما أرشدنا إلا بها. هنا ينبغي أن نركز على وقت تلك النعمة ومناسبتها، فهي أحق بأن يحتفل بها وبأن تذكر وبأن تشهر. وإذا كان الناس العاديين يعملون لأنفسهم عيد ميلاد
هذا عيد ميلاد لنفسه، وهذا عيد ميلاد لولده، وهذا عيد ميلاد لبنته، وهذا الملك يعمل عيد ميلاد، والمملكة تعمل أسبوع كامل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسبوع كاملا ليس يوما فقط. أما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الأولى والأحرى والأوجب أن نعمل له في كل لحظة عيد. أما اليوم الذي ولد فيه فلا ينبغي أن يمر علينا كبقية الأيام، لا بد أن يكون لهذا اليوم مكانة في قلوبنا، ولا بد أن نعبر عنه بما يتميز به ذلك اليوم طاعة للقرآن وللسنة وللنبي صلى الله عليه وسلم. الله أحيا المناسبات في كتابه وقال: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال سبحانه وتعالى في مائدة نزلت على بني إسرائيل، مائدة قال فيها سيدنا عيسى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فالذي يقول أن القرآن لم يحتفل بالمناسبات نقول له: اقرأ القرآن بتمعن وبتفهم، وسترى أن أكثر من آية تأمرنا بإحياء المناسبات، وأعظم مناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال سيدنا عيسى، حكى الله عنه: عيدا تكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني يوم نزولها نتخذه عيد، ومعنى لآخرنا أي كلما تكرر هذا اليوم نتخذه عيدا. لما؟ علشان هي مائدة نزلت من السماء وكانت للأجسام، ليست مائدة الأرواح. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو مائدة الشفاء ومائدة الدواء ومائدة الهداية ومائدة العطاء ومائدة المواهب ومائدة الإسلام ومائدة الإيمان ومائدة الإحسان. ما خير وصل إلينا إلا به. ألا يستحق أن نطبق فيه قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث؟ بلى. إذن نحن عندما نحيي هذا اليوم فهو طاعة للذي قال: وذكرهم بأيام الله. الله يقول: وذكرهم بأيام الله. وأعظم يوم اليوم الذي ولد فيه النبي، وأعظم ليلة وأفضل ليلة الليلة التي ولد فيها النبي. حتى اختلف العلماء: هل ليلة القدر أفضل من ليلة الولادة، أم ليلة الولادة أفضل من ليلة القدر؟ إذن لماذا اختلفوا؟ لعظمة تلك الليلة، مع أن ليلة القدر ليلة عالية وشريفة وعظيمة جدا ونزل فيها القرآن، لكن الذين فضلوا ليلة الولادة عليها قالوا: ما ليلة القدر إلا بنت وفرع ونتيجة وثمرة لتلك الليلة الأصلية الأساسية التي كانت سبب الخيرات كلها. فلولا ليلة الولادة ما كانت ليلة القدر، ولولا ليلة الولادة ما نزل القرآن، لأنه ما نزل إلا على هذا المولود الذي مدحه الله في كتابه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وسماه نورا وسماه سراجا. وعندما نعود إلى القرآن هنا يظهر لنا مشروعية الاحتفال بذكرى ولادة رسول الله. أتدري من هو أول من ألف قصة مولد؟ من الذي ذكر قصة الموالد وكان أول من ذكرها؟ هو الله. لو كانت قصة المولد مشكلة ما كان رب العزة يذكر لنا أكثر من مولد في كتابه. أين الذين أدوشونا القرآن والسنة القرآن والسنة القرآن والسنة؟ قل له: يا أخي تعال إلى الذي قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيكون ذكر رسول الله وذكر ولادته بدعة وهو أمر مسطور في كتاب الله؟ لا والله أبدا. تعال إلى قصة مريم، سورة مريم فصل الله فيها مولد عيسى، وذكر الله في القرآن مولد يحيى وفي مريم أيضا، وذكر الله مولد موسى في طه وفي القصص. اقرأ تجد: فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، إلى آخر قصة مولد سيدنا عيسى. نحن لم نذكر المقطع كله لأنه من قبله أيضا موجود، فحملته فانتبذت به إلى آخره. أما مولد موسى ففصله الله في طه وذكره أيضا في القصص وحرمنا عليه المراضع من قبل إلى آخره، لا نطيل بسرد الآيات. أيضا مولد السيدة مريم ليست حتى نبية ولكنها صديقة وولية. ماذا قال الله عن أمها؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أي ولدتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، إلى آخر مولد السيدة مريم. هل أحد يستطيع أن يقول أن هذا ليس مولدا؟ والله أنت مجنون. إذا كان ذكر قصة المولد ليست مولد هذا ما نعنيه، هذا هو الذي نجتمع عليه. نجتمع من أجل نذكر ولادة النبي كيف كانت، كما سجل الله ولادة أنبيائه وأوليائه في القرآن. فلو كان في هذا الأمر مكروه ما كان رب العزة يحكي موالد الأنبياء على نبيه وقصصهم ويقول له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله يقص عليه أنباء الذين سبقوا. والمولد عندنا ليست قصة ولادة فقط، المولد عندنا قصة ولادته، قصة أخلاقه، سنة. أنت عندما تقرأ المولد ماذا تقرأ؟ تقرأ السنة النبوية، تقرأ المصدر الثاني، لأن السنة النبوية ما هي؟ هي أقواله وأفعاله وتقريراته. فعندما تقرأ المولد ماذا تقول؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين، وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا حليما، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم. هذا هو المولد. أيقول عاقل أن هذا بدعة؟ كيف يكون الدليل بدعة؟ نحن نستدل بهذا، نستدل بسنته على أن هذا مشروع وهذا حلال وهذا حرام. أيها المؤمنون، هذا هو المولد في القرآن. هل هناك مولد في السنة النبوية؟ سؤال: هل قرأ النبي مولده على أصحابه؟ ممكن هذا السؤال يكون غريب عند بعض الناس. هي مغالطة، قضية إنكار المولد مغالطة لم تأتي من المسلمين، والله ما جاءت من المسلمين، إنما كان المسلمون حاملون لها نيابة عن غزو بريطاني لفصل الأمة عن نبيها. هذا هو السبب الرئيسي، وإلا قضية يذكرها القرآن وتذكرها السنة وتمتلئ بها الكتب ويأتي من يقول أنها بدعة، هذا كلام لا يقبل. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقرأ مولده مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا 10. لما؟ لأننا عندما نعود إلى السنة النبوية نجد أن الأحاديث التي فصل النبي فيها مولده وقرأ قصة ولادته على أصحابه ليست حديثا واحدا، بل عشرات الأحاديث، وتسمى في علم المصطلح أحاديث متواترة، تواترا معنويا. ما معنى التواتر المعنوي عند علماء الحديث؟ التواتر المعنوي عند علماء الحديث أن يرد أكثر من حديث في قضية واحدة. فلو جئنا نحسب ونعد أحاديث الولادة التي قرأها النبي وبينها على لسانه لا نجد حديثا واحدا، ولكن نجد أحاديث، منها ما هو في الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، إلى آخر الحديث.
هذا النبي يفصل مولده في هذا الحديث المذكور في الصحيح. وفي حديث آخر يفصل النبي ذكر ولادته من حين كان في صلب آدم إلى أن خرج إلى الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم ب1000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم جعلني في صلبه فأهبطني الله في الأرض في صلب آدم، ثم جعلني في صلب نوح في السفينة، ثم جعلني في صلب الخليل إبراهيم، يعني حين كان في النار، ثم لم أزل أتنقل من الأصلاب الطاهرة الكريمة إلى الأرحام الزكية حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. من مؤلف هذا المولد؟ من قارئه؟ رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وبعد هذا يأتي من يقول المولد بدعة لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابة. والله كذب. لقد قرأ ولادته على أكثر من صحابي، وفي أكثر من مجلس، سمع 1، سمع 2، سمع 10، سمع 100، سمع أقل، سمعوا أكثر. هذا ما نصنع. اجتمع 2 وقرأوا مولد، اجتمع 1,000,000، اجتمع 1,000,000,000. أنتم تجتمعون على نشر أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإذا لم تفرح بالنبي تفرح بمن؟ وإذا لم تذكر الناس بهذا اليوم العظيم تذكرهم بأي يوم؟ ألا تطيع من قال وذكرهم بأيام الله؟ هذا المولد في السنة النبوية. فهل كان الصحابة يعتنون أيضا بذكرى ولادته؟ نسمع كثيرا ما فعلها النبي ولا فعلوا الصحابة. تعال تجد أن الصحابة لم يؤلفوا مولدا واحدا، ولكنهم ألفوا مئات الموالد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن ما نفعله اليوم من قصة مولده كان موجودا على ألسنة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت كم مدح النبي، كم معه قصائد، معه ديوان. وللأسف اليوم لو تعطي هذا الديوان لإنسان وتقول ديوان حسان بن ثابت بيقرأه بكل ارتياح. ولو مسحت كلمة ديوان وكتبت عليه مولد حسان بن ثابت بتعمل عنده إيش؟ هزة. أي إنسان، لأنه معهم تحسس من ميم واو لام دال فقط، وإلا المضمون صحيح. لو أهديت إنسانا مولد العزب مع مولد رجل من العلماء نظم، أو مولد ابن كثير نظمها أحد الحضارم، أو مولد ابن الجزري، أو مولد السيوطي، كم ألف العلماء موالد كثير جدا. لو أعطيت نظم واحد منهم وكتبت عليه ديوان العزب فيقرأه بكل ارتياح، واليوم الثاني يقول لي جزاك الله خير ما شاء الله كلام جميل. ولو أني في اليوم الآخر مسحت ديوان وكتبت عليه ميم واو لام مولد العزب لتنكر الرجل. ليش؟ لأن القضية إنكار من غير التزام ومن غير منهج بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. سيدنا العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي أن أمتدحك. إذن قال: قل لا يفضض الله فاك. دعا له، فقام سيدنا العباس وقرأ قصيدته وهي التي نسميها اليوم مولد أمام رسول الله وفي مجمع من الصحابة. فماذا قال؟ نذكر بعض أبياته. قال للنبي: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. إلى أن قال: تنقلوا من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. شوف سيدنا العباس يقرأ ولادة النبي ويسلسلها مثل ما فعل النبي في الحديث، سلسلها من آدم إلى نوح إلى صلب إبراهيم إلى أن قال له: وردت نار الخليل
مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق؟ يعني يقول له لولاك يا محمد لاحترق الخليل. ثم قال له في الأخير وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. هذا مولد ولا مش مولد؟ هذا مولد يقرأه العباس أمام رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والصحابة موجودين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو جئنا نبحث عن الشعر الذي مدح به الصحابة النبي لوجدنا مجلدات، ومنهم من خص تأليفه في هذا الباب. منهم بن سيد الناس ألف كتابا سماه المنح في المدح، أو المدح في المدح، نعم، في المدائح التي مدح الصحابة بها رسول الله، وذكر أكثر من 100 صحابي. أيها المسلمون، إذا عرفنا أن هذه قضية كانت مشروعة في القرآن، محبوبة عند رسول الله، يعطي عليها النبي الجوائز. النبي يعطي لمادحيها الجوائز، ونحن عندما نجتمع نمدح من؟ نمدح النبي. إذن شيء يحبه النبي ومن كثرة حبه له يعطي عليه الجوائز، نأتي نحن ونفر منه. والله هذا عجب. إذا لم تفرح بنبيك تفرح بمن؟ بالراقصين، باللاعبين، بالمخربين، بالمدمرين، بالفاسقين، بالفاسدين. كم نجتمع للكرة وكم نجتمع للأعياد العادية الدنيوية، وعند عيد رسول الله تشمئز بعض القلوب. هذا عجب كل العجب أن يوجد هذا في قلب مؤمن. رأى أحد الصالحين النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله فقال يا رسول الله إننا نحتفل بك ونفرح بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. السيد محمد علوي المالكي مفتي المدينة بل مفتي الحرم مكة المكرمة، وهو مشهور وكتبه ملأت الآفاق وكرض عليها أهل الشرق وأهل الغرب. يروي لنا قصة بنفسه عن أبيه عن جده، يعني سند صحيح ما فيه كذب ما فيه لعب، لا تقل خرافة. ذهب جده إلى أين؟ إلى فلسطين، وحضر مولدا. يعني جد سيدنا محمد علوي المالكي ذهب إلى فلسطين وحضر مولدا. وقت القيام في المولد، والقيام هو عبارة عن تعبير عن الفرحة فقط، لا إشكال فيه. اذكر ربك ونبيك قائما أو قاعدا أو جالسا، لا إشكال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مش يقول لا إله إلا الله جالس تمام، يقول لا إله إلا الله قائم لا حرام. إيش هذا؟ يصلي على النبي جالس صح، يصلي على النبي قائم لا ممنوع يجلس. إيش هذا الكلام؟ كيف الدين هكذا بهذا اللعب؟ الحلال حلال والسنة سنة، افعلها قائم، افعلها جائز، افعلها كيفما تشاء، اذكر نبيك، اذكر ربك. المهم فوجد رجلا شيبة قد كبير في السن واقف في المولد من أوله إلى آخره. هذا الرجل جد السيد محمد قال له اجلس رحمة به، أبى أن يجلس. قال له الناس إن هذا لا يجلس في الموالد، يبقى واقف من أولها إلى آخره. بعد المولد قال سأسأله ما السبب. أخذها على جنب وسأله، قال له أنا كنت أنكر على الناس لما يقومون في المولد، أنكر عليهم، أقول لهم هذه بدعة هذا حرام. فرأيت رؤيا في المنام، رأيت نفسي في مجلس ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلا إلى ذلك المجلس. فسلم النبي على الجالسين، كلما يمر على إنسان يسلم عليه في المنام، يقوم ذلك الرجل والنبي يسمح له بالقيام. فلما مر علي النبي أردت أن أقوم فقال أنت لا تقم، أنت اجلس، لأن مذهبه أن القيام حرام. قال فقمت من المنام مشلولا، مشلول خلاص ما يقدر يمشي. قال فعرضت نفسي على الأطباء من طبيب إلى طبيب، من طبيب إلى طبيب، لا فائدة. بعدين أكرمني الله برجل صالح فحكيت له القصة. قال له لا بد أن تفعل شيئا يرضي رسول الله. قال في نفسه لله علي نذر أني إذا حضرت مولدا أكون قائما من أوله إلى آخره. قال فعندما نذرت هذا النذر في تلك الليلة نمت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام ونفس المجلس اللي كنت فيه سابقا،
يسلم علينا، وكل من سلم عليه النبي يقوم للنبي، حتى وصل إلي فقمت. قال: نعم، أما الآن فقم. قال: فقمت من منامي وقد زال شللي. ورؤية النبي في المنام حق، وهؤلاء اللي حكوها ما هو سند بعيد، 3 رجال كلهم من العلماء. سيد محمد علوي عالم، أبوه عالم، جده عالم، فلا تقول هذا كذب. إذا لم يكون العلماء هم المصدقون فمن المصدق؟ وهم ليسوا من ذوي العلم فقط، من ذوي العلم والصلاح والتقى والزهد. أيها المسلمون، فالذين ينكرون هذه القضية نقول لهم: اجعلها أقل شيء مثل القيام بالعلم. رديدي أيتها الدنيا إذا كنت لا تجعلها عندك مستحسنة، أما هي عندنا مستحسنة، لا نقول أنها واجب لا بد منه، وإنما هو أمر استحسنه المسلمون على مدى العصور، ونحن نراه حسنا، والنبي يقول: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأهل المدينة استقبلوا النبي قائما ينشدون: طلع البدر علينا. لو كان الإنشاد ومدح النبي قياما ممنوع، كان النبي يقول لهم: يا جماعة اجلسوا، لا تنشدوش وأنتم قائمين، اجلسوا انشدوا وأنتم جالسين. لكن النبي سكت عنهم وفرح بهم وهم يرددون: طلع البدر علينا إلى آخره. إذن هذا العمل كان محبوبا عند صاحب الكمال والجمال الذي قال فيه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله العظيم لي ولكم من جميع المؤمنين، استغفروه. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. كعب بن زهير كان النبي قد حكم عليه بالإعدام، ولما جاء وقال قصيدته المشهورة وهي إحدى المعلقات، وفيها: إن رسول الله لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. النبي أعطاه بردته جائزة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المنشدين الذين عندهم أصوات جميلة ويبحث عنهم. ففي بعض غزواته وهو ذاهب يحارب في سبيل الله قال: من يحدون اليوم؟ وهذا في الصحيحين. من الذي ينشد لنا؟ قالوا: عامر يا رسول الله. واحد اسمه عامر. قال: رحمه الله. قالوا: هل أمتعتنا به؟ النبي لما قال رحمه الله معناه يستشهد في تلك المعركة، واستشهد فيها. فقام سيدنا عامر يحدو. وفي حديث آخر يقول النبي لأحد المنشدين من الصحابة: رفقا بالقوارير يا أنجشة. النبي يقول لواحد صحابي اسمه أنجشة، صوته جميل جدا، فهو لما يقول الصوت وتسمعه الجمال وهم مسافرين، الجمال ماذا تصنع؟ تتأثر. الجمال تتأثر من الصوت، بل الجمال كلما قربت من المدينة المنورة كلما أسرعت إليها وأنزلت دموعها شوقا إلى رسول الله. وهل هذا صحيح؟ جمل. وهل الجمل يعرف النبي؟ نعم والله، كل شيء يعرف النبي. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء خلقه الله إلا ويعرفني ما عدا عصاة الجن والإنس. فلهذا الحجر يعرفه والشجر يعرفه. يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خرجت مع النبي فما مر على حجر ولا شجر إلا وسلم عليه. وعلي يسمع، بس علي سمعه مش مثل سمعنا، رضي الله عن سيدنا علي وعن جميع الصحابة أجمعين. ولهذا قال الديبعي وهو من المحدثين وقد ألف مولدا: فدع جذب الزمام ولا تسقها، فقائد شوقها للحي جاذب، فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. الديبعي يقول أن الجمال لما تقرب من المدينة ما في داعي أنك تسوقها، هي تسوق نفسها شوقا. فدع جذب الزمام ولا تسقها، فقائد شوقها للحي جاذب، فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. نعم، أقل شيء نكون مثل هذه الجمال شوقا إلى رسول الله وحبا له صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. إذن أيها المسلمون، هذه قضية لا يختلف فيها اثنان،
ولا تنتطع فيها عنزان. فقد يقول قائل: نعم أنا مسلم بهذا، بس الاجتماع والاحتفال. قل له: والاجتماع والاحتفال من الذي حرمه؟ هب لي دليل واحد من القرآن ولا من السنة يقول أن الاجتماع على ذكر النبي ممنوع. ديننا كله احتفالات، الجمعة احتفال، وسبب هذا الاحتفال الذي أنتم الآن فيه أن أبانا آدم ولد في يوم الجمعة. من أجل ولادة آدم في يوم الجمعة كان هذا الاحتفال، ونبينا ولد في يوم 12 وفي يوم الاثنين، فنحن نحتفل به دائما. لكن في يوم 12 يكون الاحتفال أعظم لأنها مناسبة، والله ربطنا بالمناسبات. والنبي لما سئل عن صيام الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. عظم النبي يومه الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وربنا يحب الاحتفال بنبيه. انتبه لهذه الكلمة، الله يحب أن يحتفل بنبيه. من أين أخذنا هذا؟ لأن الله جمع له في بيت المقدس 124,000 نبي. ذا احتفال ولا مش احتفال؟ كم جمع الله لنبينا بيت المقدس ليلة الإسراء؟ كم نبي؟ 124,000، وجاء بهم من عالم البرزخ. لما هذا الاحتفال الكبير؟ كان يكفي النبي صلى في بيت المقدس ركعتين وروح، لكن الله يحب أن يحتفل بنبيه. هل تمضي ساعة أو أقل أو أكثر ونبينا في غير احتفال؟ لا والله، ما من لحظة تمر في الدنيا ولا أقل منها إلا والنبي في احتفال. في الحديث الصحيح، ومن الغريب أن هذا الحديث صححه الألباني وهو شيخ المنكرين في كتاب اسمه فضل الصلاة على النبي، الألباني علق عليه، ولما وصل إلى الحديث الذي سنمليه عليكم الآن قال: وهذا حديث صحيح. حديث كعب. ما هو حديث كعب؟ قال سيدنا كعب رضي الله عنه: إن الله يوكل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك يحفون بالقبر يصلون على النبي من غروب الشمس إلى طلوعها، أو قال من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا غربت الشمس ارتفع 70,000 وجاء 70,000 آخرون يحفون بقبر النبي يصلون عليه صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعث في 70,000 ملك. احتفال في الدنيا وفي الأخرى. لو كانت هذه القضية معلولة أو حتى مكروهة ما كان رب العزة يكلف هذا العدد الكبير، لا عمل لهم ولا شغل لهم إلا الاحتفال بالصلاة والسلام على النبي عند قبره محتفين به. قضية محبوبة لك عليها أجر. الفرح برسول الله في حد ذاته عبادة. إذا كان أبو لهب وهو كافر مش حتى مؤمن، لما جاءت الأمة تبشره بأن محمدا ولد، هو ما كان أبو لهب يعرف إيش اللي يجي بينه وبين النبي، فرح. لم ينسى الله له فرحته. تعظيمك للنبي عظيم عند الله. جاء في الصحيح أن أبا لهب يمص ما بين الإبهام والسبابة كل اثنين، وهو في النار ما يستحق دخول الجنة لأنه كافر، بس علشان الفرح أعطاه الله هذا الجزاء. لكن فرح المؤمن عندما يفرح ففرحك برسول الله يدل على التعظيم والتشريف والتكبير للمصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا نطيل عليكم، فالاجتماع والاحتفال بالنبي فيه فوائد كثيرة جدا، منها رفع ذكره، والله يقول: ورفعنا لك ذكرك، ومنها التعظيم للنبي، والله مدح المعظمين لنبيه في القرآن: فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون. ومنها وجود الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المجامع وفي تلك المحافل، والصلاة على النبي من أعظم الأعمال. يكفينا فيها حديث واحد ونختم به حتى لا نطيل. سيدنا كعب يقول للنبي: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها.
فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. جائزتان كبيرتان. المصلين على النبي لا يغلبهم الهم أبدا، اللي دائما يصلون على النبي وهم في الشارع وهم في الدكان وهو على سيارته وهو على مركوبه وهو في عمله، حيثما كان يصلي على النبي، هؤلاء يدخلون الجنة فرحين مسرورين مستبشرين، لهم المكانة العظمى عند النبي غدا: أولاكم بي أكثركم علي صلاة. تكفى همك، مش هم الدنيا بس، يكفيك الله هموم الدنيا كلها بجميع أشكالها، هم العدو وهم العيش وهم الرزق وهم 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 وهم، ثم يكفيك هم الموت، ثم يكفيك فهم عذاب القبر وفتنته وسؤاله، ثم يكفيك هموم الآخرة كلها وتدخل الجنة بسلام ويغفر ذنبك. وما أحوجنا إلى غفر الذنوب؟ فهذه جائزة كبرى من جوائز الله للمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. وجوائز الصلاة كثيرة، أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على الحبيب، خصوصا في يوم الجمعة، وفيها حديث خاص. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة، وفي رواية 100، غفرت له ذنوب 80 عاما. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي، عبدك ورسولك النبي الأمي، واعقدوا واحدة: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، واعقدوا واحدة، يعني عد هكذا. ويفضل أن تزيد عليها: وآله وصحبه وسلم، حتى لا تكون صلاة بتراء. وأضفنا التسليم للآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن كامل الصيغة أن تقول في هذا اليوم 80 أو 100: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، 3 ألفاظ: عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، على آله وصحبه وسلم 100 مرة. يغفر لك كم ذنوب؟ ذنوب 80 عام. ما حكم الحديث؟ قال الزين العراقي، وهو من حفاظ الحديث الكبار: الحديث حسن. وهو ممن ألف مولدا أيضا، الزين العراقي ألف مولد، والإمام السيوطي ألف مولد، وابن الجزري مرجع الأمة في القراءات ألف مولد، وكم كم كبير جدا من العلماء ألفوا موالد وصارعوا وتسابقوا فيها لعلمهم بأنها سنة قرآنية نبوية صحابية سلفية. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء، خصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الحسين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين أمهم الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضا، بقية أزواج نبيك المصطفى، على 6 الباقين من 10 المبشرين بالجنة دار السلام، على جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل اليمن على أعدائهم يا قوي يا متين، اللهم انصر أهل اليمن وأهل فلسطين على أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا شر أعدائنا أجمعين. اللهم من أراد ببلدنا تخريبا أو إفسادا أو سفكا أو أخذا أو طمعا فيها فإنا نسألك يا الله ونتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله أن تكفينا شره وضره وقصره وناره وما معه بجاه حبيبك محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. اللهم ارزقنا العافية ودوامها وتمامها وكمالها والشكر عليها، آمين. اللهم ارزقنا العافية ودوامها وتمامها وكمالها والشكر عليها، آمين. اللهم ارزقنا العافية ودوامها وتمامها وكمالها والشكر عليها، آمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عفوا شاملا كاملا لا عذاب بعده ولا حساب ولا عقاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قدرت بها على كل شيء اغفر لنا يا ربنا كل شيء واصلح لنا كل شيء ولا تعذبنا على شيء ولا تسألنا عن شيء. فينا اللهم شر كل شيء وهم كل شيء في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وكن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. واعط كل منا مرادا على ما تحبه وترضاه، وادخلنا أجمعين الجنة بغير حساب، واكفنا أجمعين كل هول دون الجنة.
اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واشفنا وعافنا واعف عنا وارحم موتانا وكلنا ولا تكن علينا بيا حبيبك محمد صلى عليه واله والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.